جبت الفراخ البرازيلي واتصدمت بجد من شكلها لما فتحت الكيس. انتوا هتشوفوا في الفيديو كل حاجة على الطبيعة، مش حاطة فلاتر خالص عشان تشوفوا كل حاجة مظبوط. صدمتي بجد ان انا ما لقيتش فيها ولا ريشة واحدة كده. يعني قعدت اقلب فيها يمين شمال، افتح بين الوراك. بيبقى لما بنجيب فراخ فريش بيبقى فيه بين الوراك كده ريش او تحت الجناح، ما لقيتش ولا ريشة واحدة. نضيفة جدا. ما فيهاش زرقان ولا حاجة زي ما بيقولوا. اللي يقولك جبت الفراخ ولقيتها مزرقة، لا. بس علشان ابقى واضحة معاكم، يعني هي محتاجة تتبل قبل ما تتسلق، يعني فيها سنة زفارة. لان طبعا هما مش هينضفوها ويغسلوها التنظيف التمام زي ما احنا بنغسلها كده ونشيلها في الفريزر. لا، يا دوب بيذبحوا ينضفوا تنظيف كده على السريع، وبتتفرزن على كده. فطبعا فيها سنة زفارة، محتاجة تغسلوها كويس قوي وتتبلوها ببصل وطماطم طبعا وملح وفلفل اسود. سلقتها وشربتها كانت كويسة مش وحشة. بس هي محتاجة زي ما قلتلكوا التتبيل ده. وهتبقى حلوة قوي في الشوي، رهيبة. فيها كمية لحمة حلوة مش وحشة. الفرخة صافي كيلو 300. وزي ما انتوا شايفين كده فيها شعيرات برضو كده خفيفة. بس الطبيعي يعني في الفراخ. فجيبوها وجربوها وتجربة مش وحشة يعني.